حاجات غريبة موجودة في أي بيت مصري أراهنك لو مش موجودة في بيت. ادخل المطبخ دلوقتي هتلاقي كنكة من غير إيد وطاسة إيدها سايحة وعليها طبقات كتيرة من الدهون، وطبق شكله غريب ومختلف عن باقي الأطباق، وده الطبق الوحيد اللي نجا من جهاز ماما كله، وشوية ملابس داخلية معمولة حتت للمطبخ. ولو طلعت من المطبخ وفتحت التلاجة هتلاقي مجموعة من الشفرات السرية اللي ما يفهمهاش غير المصريين. علبة آيس كريم فراولة جواها مخلل، كوباية جبنة سايحة جواها عصير، هتلاقي نص ليمونة دبلانة في باب التلاجة من 2012، وحلة غريبة مقفولة بقالها من 7 ل 8 سنين ومحدش بيقرب لها أصلا. تقريبا هيطلعوا فيها سر بني الأهرامات. أما لو سبت التلاجة وفكرت تروح البلكونة هتلاقي نفسك فجأة في وسط أوضة الكراكيب، عيلة قديمة والعيلتين بتوعوتها مريحين، شوية زرع دبلان، توم وبصل بكميات، وجرايد قديمة بالهبل. أما الصالة بتلقى فيها النيش عامل لك كده، ماخد مساحة في شقتكم وانت